مع أنه أجمع الفقهاء على أن الفصل هو ماذا؟ الفصل بين الظهر والعصر هو الأفضل. لماذا لا تفعلون الأفضل أيها الشيعة؟ الجواب: نقول: من قال لكم أننا لا نفصل بين الظهر والعصر؟ هو الفصل بماذا يتحقق؟ جاء بأحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أن الفصل بين الظهر والعصر يكون بالنافلة. صلي نافلة العصر ثم تصلي العصر، يعني تفصل بين صلاة الظهر وصلاة العصر بنافلة العصر وهي 8 ركعات. أنا عايزكم بس يا أخوانا تدققوا في وشه، عايزكم تدققوا في وشه وهو بيتكلم، وهوريكم وشه الأول في الفيديو السابق ووشه دلوقتي. دققوا في الوش دلوقتي وهوريكم الفيديو السابق. سبحان الله، معرفش بقى جات له الأوامر ورطنا عملتنا فلم الموضوع شوية، لكن ما ينفعش. الله المستعان. بيقول لك الفصل متحقق، الفصل متحقق. فإذا كان الفصل متحقق، امال أنت طلعت الفيديو الأول بتقول الفصل أولى ليه؟ يعني إذا كان أصلا أنتم تصلون بالفصل وإن ده الوقت الحقيقي، يعني ما في حاجة اسمها جمع، امال أنت بتقول نجمع ليه؟ ما احنا افترضنا فيكم. هل أنتم الآن تصلون الصلوات جمع أم هذا هو ميقات الصلاة؟ تصلون الصلوات جمع أم هذا هو ميقات الصلاة؟ إذا كان هو ميقات الصلاة يبقى أنتم لا تجمعون، يبقى بتحدثون عن الجمع ليه؟ وإن كنتم تجمعون فالجمع وقت العصر بعد وقت الظهر مباشرة. ما احنا عايزين نحل الفزورة دي حزورة، عايزين نحلها. على العموم نسمع. صلاة العصر بنافلة العصر وهي 8 ركعات. هذا المقدار أكون قد فصلت بين الظهر والعصر. ولذلك الآن أنتم إذا بتلاحظوا اللي بيروح على المساجد أو مثلا بمقامات أهل البيت عليهم السلام أو بالمساجد، بس يصلي الإمام الظهر، خلص الظهر، في عنده وقت. هذا الوقت إذا بتلاحظوا بتشوفوا الإمام عم بيصلي لحاله. شو بيكون عم بيصلي؟ ما عم يقضي صلاة، عم بيصلي نافلة العصر، يعني عم يفصل بين الظهر والعصر بالنافلة. فنحن نفصل بين الظهر والعصر، الشيعة يفصلون بين الظهر والعصر ويفصلون بالنافلة. لذلك السيد الخوئي ماذا يقول؟ السيد الخوئي في شرح العروة الوثقى يقول: وأما العصر فقد سبق أن الأفضل الإتيان بها بعد الفراغ عن فريضة الظهر ونافلتها. الأفضل ذلك، إذ ليس بعد صلاة الظهر إلا سبحتك كما جاء في النص، طبعا بكتاب وسائل الشيعة في أبواب المواقيت، اللي بيحب يراجع، إلى أن يقول فلو لم يكن مأمورا بالنافلة، نافلة العصر، كما في يوم الجمعة أو حال السفر، أو لم يرد الإتيان بها بالنافلة، كان الأفضل الإتيان بالعصر بعد صلاة الظهر مباشرة، لاستحباب المسارعة إلى المغفرة والاستباق إلى الخير. شو خلاصة كلام السيد الخوئي؟ يقول أنه لما جاء الأمر بالتفريق، كيف نفرق بين الظهر والعصر؟ يقول: جاءت رواية أهل البيت أنه نفرق بين الظهر والعصر بالنافلة، نصلي النافلة، هكذا نكون قد فرقنا بين الظهر والعصر بالمستحبات لنأتي بها، وهذا فصل. فإذا الشيعة تأتي بالفصل وتأتي بالأفضل، فلا يقولن قائل أنه لماذا الشيعة دائما يجمعون؟ لا، مو دائما نجمع. من قال هذا؟ أول الكلام، من قال أنه دائما نجمع؟ يقول أنه طيب إذا اعترفتوا يا شيعة أنه الفصل أفضل، لماذا دائما تجمعون؟ من قال لك أنه دائما نجمع؟ يوجد فصل، ولكن فصل بماذا؟ بهذه النافلة. جاء أحاديث عن أهل البيت أن الفصل يتحقق بهذه النافلة، فنفصل بهذه النافلة. فإذا الشيعة ماذا تفعل؟ الشيعة تفصل بين صلاة الظهر وصلاة العصر بالنافلة.
ايوه. والله احلى حاجه اللي طلعت ديت كانه فيلم تهريج والله العظيم. طب يعني هو عايز يقول لنا يا جماعه انا غلطت في الفيديو الاولاني فانا بصلح غلطتي بس مش عارف اصلحها ازاي. احنا يا جماعه بنفصل. مين قال ان احنا مش بنفصل؟ فلذلك نحن نصلي الافضل. طب تعالوا نسمع الفيديو الاولاني اذكركم بيه. بين الظهر والعصر أو أن أفصل بينهما، يعني بصلي الظهر بوقته وبصلي العصر بوقته، أيهما أفضل؟ بلا خلاف أيها الأحبة، بلا خلاف أن الفصل أفضل، وهذه كتب الفقهاء عنا موجودة عند الشيعة. ولكن النقاش بيننا وبين أهل السنة ليس، ركزوا منيح على هذه الجملة، ليس في أفضلية الفصل بين الظهر والعصر والجمع بينهما، وإنما النقاش في جواز ذلك. يعني الشيعة تقول يجوز أن تجمع بين الظهر والعصر من غير علة ومن غير سفر، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، أو أن النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك، جمع بين الظهر والعصر من غير سفر من غير علة، كما ورد في الصحاح عند إخواننا السنة وفي رواياتنا. فنحن نقول بجواز ذلك، بجواز الجمع بين الظهر والعصر، وإن كان الأفضل، أعيد وأكرر، وإن كان الأفضل هو ماذا؟ هو الفصل، وأن يصلي الإنسان المكلف كل صلاة على حدة. أما كل صلاة على حدة، فصل. ولكن الفصل عندهم ايه يا اخوانا بقى؟ طلع اتضح بعد الكلام الكتير ده في الفيديو التاني ان الفصل عندنا ان انت تفصل بعد 8 ركعات النافلة بتاعة العصر. ياه، يعني قالوا له ودنك فين يا جحا؟ قال لهم ايه؟ قال لهم ايه؟ طب انا نفسي افهم ما الفرق بين تفرق الصلاة والجمع؟ ما كده الاتنين واحد، يعني بكلامه الاتنين واحد، يبقى التفرق افضل ازاي؟ هيقول لك افضل من الجمع، طب ما الاتنين واحد. ده انت بتصلي الظهر، انت خليت وقت الظهر نص ساعة بس، نص ساعة، وبعد كده كله وقت العصر. يا جماعة الخير، لما نروح لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، كان يقول ان وقت العصر ان انت تسير فرسخين. الفرسخين دول يعني بتاع حوالي كده ايه 3 كيلو 4 كيلو في الحدود ديت، يعني ساعتين مشي بمعنى اصح. يعني يبدأ وقت العصر وبعدين تمشي فرسخين، يجي وقت المغرب. يبقى وقت العصر امتى؟ يبقى قبل المغرب بحوالي ساعتين وشوية، صح؟ ده كلام علي بن ابي طالب، ده كلام اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. انما التزوير بقى، انما التزوير ان انت تقول ان وقت العصر بعد صلاة الظهر مباشرة. يعني كده معناها ان انت خليت صلاة الظهر نص ساعة فقط، وقت الظهر نص ساعة فقط. يعني اللي ملحقش وقت الظهر في النص ساعة ديت يبقى دخل عليه العصر. وتخيلوا ان الله عز وجل جعل 5 أوقات فيهم وقتين، وقت بعد نص ساعة من وقت. يعني كان لهم وقت واحد يا اخوانا. ده الواحد ده لو دخل الحمام يقعد نص ساعة جوه. يعني تخيلوا الله عز وجل جعل العصر والظهر في وقت واحد، يبقى ليه ما الجمع يا اخوانا؟ إذا كان الأوقات قريبة من بعض جدا، ليه الوقت جمع؟ ليه الرخصة في الجمع؟ أنا نفسي أعرف، نفسي أحلها، والله العظيم عايز أحلها. إذا كان الوقتين قريبين قوي من بعض كده، إن وقت الظهر نص ساعة بس، وأنا بوجه الكلام ده لمحمد درويش. يا محمد درويش، يا سيادة المعمم محمد درويش، إذا كان الوقتان قريبان من بعض هكذا، إذا لماذا الله عز وجل أعطى الرخصة؟ لما كده أنا أصلي الظهر واستنى 5 دقايق ولا 10 دقايق وأصلي العصر، يبقى ربنا أعطانا الرخصة فين؟ عصانا الرخصة جمع ليه؟
لما وقت العصر بيبدأ بعد صلاة الظهر بنص ساعة مثلا، يبقى اعطانا الرخصة ليه؟ يا ريت تجاوبني على السؤال ده. السؤال الثاني، لماذا الله عز وجل رد لعلي بن ابي طالب عندكم عشان الشمس عشان يصلي العصر؟ طب ما كان صلاها مع الظهر. الله المستعان. يا جماعة الخير، الناس دي بيضحكوا عليكم، بيضحكوا عليكم. الله المستعان. الله المستعان والله. لذلك لجأوا لكلام العلماء عندهم وليس كلام أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الفلاشة اللي فيها كلام علي بن أبي طالب في نهج البلاغة، مفيش الفلاشة هنا. نفس الفلاشة، صح، موجودة الناحية التانية. بص يا اخوانا، دققوا شوية في كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. بص هنا يا اخوانا، وصلوا بهم العصر والشمس بيضاء حية في عضو من النهار، يعني جزء من النهار، حين يصار فيها فرسخان. حين يصار فيها فرسخان يعني تمشي فرسخين، وبعد كده يجي وقت المغرب. ولو قلنا ان الفرسخين قبل صلاة العصر يبقى اذا بين الظهر والعصر حوالي ساعتين وشوية. ولو قلنا ان الفرسخين بعد صلاة العصر يبقى كده الفرسخين يعني بعد من العصر للمغرب فرسخين يعني حوالي ساعتين وشوية. ده كلامي انا ولا كلام من؟ ولكن السؤال الاقوى الا وهو اذا كان الوقت فعلا متقارب وان ده وقت العصر بالضبط، اذا لماذا الجمع يا اخوانا؟ يعني لو هو ده وقت العصر، ان هو بعد صلاة الظهر بحاجات بسيطة ب10 دقايق، يبقى اذا لماذا الجمع في المرض والسفر وبتاع دوت المطر؟ الله المستعان. احنا بس لما نوصل يا اخوانا 3000 ولا حاجة ابقوا فكرونا نتكلم على المقنع شوية. ابقى واجي بلاستيك البلياتشو. اتفضل يا استاذ عباس. الو، السلام عليكم. وعليك السلام، اتفضل. انا كنت معاك مناظره قبل شوي، ليش تهرب؟ ليش تهرب؟ انت ايه؟ الله اكبر، الله اكبر، ليش تهرب؟ ليش تهرب؟ الله. انت بتقلد الشيعة؟ الله يسعدك، جزاك الله خير. اتفضل يا استاذ سجاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. انت حاليا عارض اشكال انه لماذا الجمع بالصلوات، صح؟ لا، اوكي. شنو انا اشكالي كله اذا كان وقت العصر يبدأ مباشرة بعد وقت الظهر، اذا وقت الظهر نص ساعة ويبدأ وقت العصر حسب كلام المعمم. لماذا علي بن طالب عاد الشمس، صح؟ لا، ممكن تسمعني؟ كلامي هو، ركز معايا. كلامي هو، الآن احنا صلينا الظهر وليكن الساعة 12، خلاص؟ صح. خلصنا صلاة الظهر الساعة 12 وتلت، صلينا 8 ركعات بقت 12 ونص. علمائك او المعمم ده بيقول ان بعد الساعة 12 ونص تبدأ العصر على طول، يعني وقت العصر يبدأ الساعة 12 ونص. يعني الآن بين الظهر وبين العصر نص ساعة فقط، بين الظهر وبين العصر نص ساعة فقط. إذا كان بين العصر أي وقت العصر ووقت الظهر نص ساعة فقط، لماذا الله عز وجل أعطانا رخصة بالجمع في المطر وفي السفر وفي المرض؟ دي نص ساعة، يعني ادينا نقص عشان نص ساعة. اجاوب حاليا ولا لا؟ اتفضل.
اوكي جميل جدا. اول شيء اذا تجيها من الناحيه العلميه انا ما علي بهذا المعامل اللي شال فوق راسه تاير يقول لي نص ساعه، اصلا مو نص ساعه. هي بالبدايه الفرق بين الظهر والعصر 5 دقائق، ومثبته علميا مو بس عن علماء عرب، علماء اجانب يقولون ان وقت الظهر يكون فقط 5 دقائق ثم تبدا فتره العصر. حتى كانوا المسلمين سابقا عندما يضعون العود على اليد ليعرفوا ميعاد صلاه الظهر من العصر، عندما يختلف الظل. هذا انت تعرف هذا الشيء خصوصا حتى بالافلام صارت. هاي حبيبي أولاً. انا سؤالي ثانياً، شرعي، اسمعني بس. خلي انا سؤالي شرعي، بس خلي أكمل انا سؤالي الجواب، ما شرعي. راح اسمعني تطلع بس، عليه. اسمعني. ما تقوليش حتى الافلام وحتى الله المسلسلات جايك وحتى بالشرع، استاذ. جايك انا كذا. سؤالي لو سمحت، سؤالي اذا كان وقت العصر يبدا بعد صلاه الظهر ب5 دقائق، فليه الله عز وجل اعطانا رخصه الجمع؟ ما هو كده كده نجمعهم طالما دخل وقت العصر. اولا رخصه الجمع للذي يريد ان يصلي الصلاه بشكل متفرق ويعتبره هذا منهجا له. اما الذي يريد أن متفرق ايه يا يعتبر ابني؟ الصلاة متفرق ايه يا ابني؟ يا ابني ركز في الكلام اللي انت بتقوله، الله يهديك. الان أما انت اللي تقول تجيب ان يا وقت شيخ هذا العصر، كلام اسمعني بس، مثبت عليه انت تقول في كتاب وسائل الشيعة. يا عم رجل اسمعني خليك بس متابع. الاول، اسمع، افهم الاول، افهم. انت بهاي الحاله ما تعطي مجال فهم السؤال، فهم السؤال نص الاجابه، فهم السؤال نص الاجابه. احسن جمال تمام، جميل افهمني جدا. بقى لو وصلت سمحت، جواب ركز على معايا، تفسيرك ركز وعلميتك. معايا، ركز معايا. الان انت تقول ان وقت العصر يبدا بعد صلاه الظهر ب5 دقائق، يعني بعد اذان الظهر ب5 دقائق. ماشيين معاك. جميل يبقى انا اي مسلم له ان يصلي الظهر وبعدين يصلي العصر مباشره، صح كده؟ جميل. حلوة، والحمد لله رب العالمين. إذا كان هو ده الأصل، فلماذا الله عز وجل أعطانا الرخصة بالجمع؟ ما هو أعطانا الرخصة بالجمع ليه؟ لأن هم متفرقين والوقت بينهم متباعد، الوقت بينهم متباعد، فالرخصة قربت الوقت. طب كده كده أساسا الوقت قريب، يبقى الله عز وجل يدينا رخصة ليه؟ اتفضل. طيب جميل جدا. على طار الرخصه، زين انت من تبدا تصلي تاخذ وقت اثناء الصلاه؟ لا، فقط تسجل دخول. طبعا راح تاخذ وقت، راح تطول فوق ال5 دقائق وانت تصلي، وعلى طول راح تبدا بالعصر. خلينا نقدم الدلائل من كتبنا. اول كتاب هو وسائل الشيعه، موجود عندك حاليا ان الجمع في الصلوات جائز وليست رخصه حسب ما انت تقول. اتحداك تجيب روايه واحده انا تقول انها رخصه في المرض. هذا شيء رخصه في المرض اللي انت جبتها من كتاب الكافي تقول في حاله واحده فقط، اذا كنت تصلي متفرقا وتاخذ منهج التفرق. اما الذي ياخذ منهج الجمع هذا ما له اي اشكال في ذلك. يا عم تقول انت هذا برضه إشكال. جاوبت في السؤال، جاوبت في ناحية تانية خالص، لذلك انت ما تفهمش سؤالي. هو انت اللي ما تفهم تطرح سؤال بربك. انت اللي مش فاهم سؤالي، انت اللي مش فاهم سؤالي يا ابني. اسمعني بس، اسمعني. ولك طرابيزه بطلهن سرسري. الترابيزه دي تبقى امك يالا، الترابيزه دي تبقى امك يالا، اللي تقلب العبايه، وممكن تكون تمتعت بنص الحي عندكم وانت ما تعرفش. ده ايه الغباء اللي عندهم ده اساسا؟ واحده واحده. الان هو قال ان وقت العصر بعد الظهر ب5 دقائق، يعني معناهم ان الوقتين كده قريبين من بعض، كده قريبين من بعض، اهم قريبين من بعض كده، يا دوب صلاه الظهر وبعدين اصلي بعدها العصر، قريبين من بعض. تمام؟ فالله عز وجل اعطانا رخصه ان احنا نقربهم من بعض. طب ما هم قريبين من بعض، يعني انتهي من صلاه الظهر اصلي العصر على طول، ده الاصل المفروض اللي بيقول بيه الشيعي. لكن لما يكونوا متفرقين وربنا يقربهم لنا في الرخصه، يبقى كده في فايده من الرخصه. والا فما الفائده من الرخصه اذا كانوا هم قريبين من بعض، قريبين من بعض اساسا، فما الفائده من الرخصه؟ حمار سب ومشي. اتفضل يا استاذ علي. اتفضل يا استاذ علي. نعم شيخ وليد. شيخ وليد اتفضل يا علي معاك. عندي سؤال في مواقيت الصلاه، بخصوص السنة. في مواقيت الصلاه، ها؟ في مواقيت الصلاه. لا أنا لا غير هذا لا السؤال. شكرا إذا لك، تريد مواقيت الصلاة. شكرا ليك. خليكم من الخميس ان شاء الله بطرح سؤالك.
عندنا مثل يقول لك علم في المتبلم يصبح ناسي. اتفضل يا علي. السلام عليكم. وعليك السلام، اتفضل. أول شيء أنا مسلم، بس حاب أسألك سؤال، لأن أنتم ما تردون على أرقامكم هذيك. أشهد أن لا إله إلا الله. تسمعني؟ اسمعك، اتفضل. حضرتك سني ولا شيعي؟ سؤال، أنا سني. بس بدي أسألك سؤال. أنا لما بفوت على الامتحان بكون دارس كل شيء بس أنسى كل شيء، شو الحل؟ ما بتنامش قبلها؟ ايه انا بنام بدرس كرشت الكتاب كامل هذيك السنه بس رسبت، ما اعرف ليش. اقسم بالله بحل كل يوم بالامتحان، اما الامتحان الاخير برصف فيه. انت عندك ممكن يكون توتر ولا حاجه، بتروح الامتحان تتوتر؟ لا ما عندي، انا عندي عادي. يعني انت بتروح تنسى؟ بشاغب عادي. نعم. معلش ان شاء الله نبعت لك شويه معصوم تشربهم ان شاء الله ما تنسى. يلا مع السلامه. مع السلامه. عليك بالدعاء، عليك بالدعاء ان شاء الله. نسال الله عز وجل بألا تنسى في الامتحان ان شاء الله. اتفضل يا استاذ عباس. السلام عليكم. وعليك السلام. علوا لنا جوه شويه يا اخوانا. هسه صوتي واضح يمك؟ اتفضل. اسالك سؤال ولا انت تسالني؟ حضرتك احنا عندنا مواقيت الصلاه، لو حضرتك عايز تتفضل وتجاوب عليها اتفضل. زين اسالك انا انه انا ارجع اجاوبك. يعني لما تسالني انت ترجع تجاوبني؟ ايوه. يوم الخميس ان شاء الله. لا شيعي انا حضرتك. طيب ما شيعي، يوم الخميس ان شاء الله يا شيعي. وصلنا 3000. طيب تعالوا يا اخوانا اسمعكم ابو وجه بلاستيك البلياتشو اخر ابداعاته عشان يهرب من مواقيت الصلاه. اخر الابداعات بتاعته عشان يهرب من مواقيت الصلاه. وعلى فكره انا رديت عليه في مساله يا علي، ورديت عليه في مساله بتاع دوت لما قال ان علي بن ابي طالب ربوت. تمام؟ لما راح نقل من الموقع عشان ما ياتي بسند الروايه. يا الله وملنا غيرك يا الله. بقول لك فتح اكاذيب وحجج مزور الايميلات. هات يا محمد. مزور الإيميلات يكرر نفس الكلام وحججه المضحكة حتى ينقذ نفسه من الفضيحة التي لاحقته حين هرب من المناظرة، وأنا بدوري سأكرر نفس الكلام إذا استمر هو بتكرار الكلام، فأنا لا أخسر شيء. لا أنا والله ما كررتش الكلام، أنا كنت برد عليك والله. أنا ما كررت الكلام، أنا كنت برد عليك لكن ما كررت الكلام. كل ما تنزل فيديو أرد عليك. هل أنا جيت من الهوا وشغلت فيديو كده مع نفسي، ولا انت بتنزل الفيديو فاروح انا جاي مرد عليك؟ وبعدين رد طويل يا عم رد على مواقيت الصلاه. حلوه مواقيت الصلاه رد عليها، ما تخترعش اختراعات. يعني يقول لك وليد اسماعيل ما ردش على ايه ومش عارف ما. والله العظيم كل المواضيع اللي هو قالها رديت عليها، كل المواضيع اللي هو قالها رديت عليها، الا موضوع واحد عشان قسم بالله اللي هو موضوع غضب فاطمه، لانه موضوع غبي. انتهز فرصه ان انا بقول لواحد كان بيتكلم على روايه في البخاري بيقول لي واجده، قلت له واجده وليس غاضبه. قال لك وليد اسماعيل يقول ان، مع ان انا اساسا في الحوار بين ايمان ابي بكر الصديق وايمان ابي بكر الصديق ونفاق ابي بكر الصديق قعدت اكلمه في غضب فاطمه، عمال اقول في غضب فاطمه.
يعني كررتها وسمعتوها قد ايه مني هنا وانا بقول غضب فاطمه غضب فاطمه غضب فاطمه. لذلك يا اخوانا انا قلت ان هو بيضحك على الناس اتباعه، مش لاقي اي حاجه فيتصيد كلمه من وسط البرنامج ويعمل عليها حلقه. قال يعني انا قلت ايه؟ واجده. ما هي واجده غير غاضبه، لكن هل انا قلت ان عمرها ما غضبت مثلا، او ليس بموجود كتب اهل السنه والجماعه انها غضبت؟ الله المستعان. ولكن ماشي، شويه عيال بيضحكوا على بعض. كمل يا ابني كمل. طلبت منه المناظرة في موضوع هجوم وتهديد دار الزهراء، رفض المناظرة بحجة أني لم أرد عليه في موضوع مواقيت الصلاة. حجة مضحكة للهروب من المناظرة. طبعا ما دخل المناظرة بهذا الموضوع، المناظرة شيء والرد على موضوعك شيء آخر. حبيبي، لا حبيبي، انت اللي حطيت موضوع مواقيت الصلاه، انت اللي حطيت مواضيع مواقيت الصلاه، فانا رديت على موضوع مواقيت الصلاه. قمت انت عشان انت ما عندكش اي رد على موضوع مواقيت الصلاه فاخترعت موضوع المناظره. اي والله العظيم اخترعت موضوع المناظره. اتفضل. ثانيا، كيف تريد مني أن أرد عليك وأنت إلى اليوم لم ترد على حلقة مواقيت الصلاة بالكامل لأن مدتها 20 دقيقة الغبي برضه بيكرر نفس الكلام بتاعه. وقلت له امس، قلت له ايه الجديد؟ ايه الجديد؟ يعني انا نفسي اعرف ايه الجديد في ال20 دقيقه. قول لي والله الجديد 1 2 3 وارد لك عليهم. قول لي الزامات الجديد 1 2 3 وارد لك عليهم. ولكن هو عايز ياخدني ايه؟ اقعد ارد انا على 20 دقيقه. ده انا رديت في 3. يا ابني ايه الجديد؟ يعني ايه الجديد ان انت جبت ابن عباس رضي الله عنه وارضاه واحاديث ابن عباس بس جبتها من الكتاب ده ومن 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 الكتاب ده الكتاب ده بقوا 20 دقيقه. جبت ايه جديد؟ يعني جبت ايه الجديد ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصلوات؟ ايه الجديد؟ يعني انا نفسي اعرف ايه الجديد. ولكن هو ما عندوش رد اساسا، فيوهم اتباعه ان انا ما ردتش على ال20 دقيقه. طب ايه الجديد في ال20 دقيقه؟ يعني مثلا هات لي حديث جوه ال20 دقيقه يختلف عن جمع الصلاه وانا ارد لك عليه. يعني انا نفسي افهم ايه الجديد. كلها بوتقه واحده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بلا عذر الصلاه العصر والظهر والمغرب والعشاء. هو ده اللي انت قلته. ايه الجديد؟ هو الجديد ان انت اساسا قلت ان مواقيت الصلاه 3 مواقيت بس، وافحمتك بكلام الرازي وكلام البغوي اللي انت ما عرفتش اساسا تقراه وما عرفتش تقوله ودلست على الناس فيه. ايه الجديد؟ يعني انا نفسي اعرف ايه الجديد. يعني انا عندك جديد ولا لا؟ لازم اجيب الحلقه واحطها يا عم ايه الجديد؟ خلص. الله المستعان. ولكن هو ضحك برضه على الشباب بتوعه والله العظيم. اتفضل. فقط على 3 دقائق. ثالثا، على حسب منطقك الأعوج هذا، وهو أنك لن تناظر حتى أرد عليك في موضوع مواقيت الصلاة. لنفرض الآن أنك قمت ورددت على حلقة مواقيت الصلاة بالكامل. سأخرج أنا بكل أريحية وأقول لك لن أرد عليك. لماذا؟ لن أرد عليك حتى ترد على حلقتي هذه التي ردت عليك فيها وإلى اليوم لم ترد، ومدة الحلقة 7. هو بيقول يا اخوانا وحاطط صوره يمكن لعلكم مش شايفينها، بيقول ايه؟ اثبات ايمان ابي بكر. اثبات ايمان ابي بكر. عشان تعرفوا ان هو اساسا بيوجه الكلام ده لاتباعه عشان برضه يهرب من مواقيت الصلاه. يا اخوانا بحطوا لنا الروابط اللي انا رديت عليه فيها. حطوا لنا الروابط على الشاشه للناس والشيعة اللي موجودين عندي بالحلقات اللي انا رديت عليه فيها لو سمحتوا بحطوها. تمام؟ ومع ذلك تعالوا يا اخوانا نروح اعرفكم انا رديت ولا ما رديتش. لا حط الروابط دلوقتي. لا مش هتطلع، وهيطلعوا يسمعوه يعني. لا بعد ما اخلص الحلقه بس عشان اوريهم ان انا حطيتها. انت حاطط البتاع في الفايل في المقنع. هو ده. تمام. ما هو ده صح.
هات يا محمد كده. وأن الأنبياء يورثون درهما ودينارا للعلماء. صح قلتها ولا ما قلتهاش؟ قلت له اتفضل جاوب على السؤال ده. منذ متى أن الأنبياء والمرسلين يورثون درهما ودينارا للعلماء؟ دخلنا في موضوع ميراث السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها، ودخلت معاه في مسألة الميراث، تمام؟ أم هربان منه لمسألة أبي بكر الصديق. دخلت معاه في مسألة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، تمام؟ إيه اللي حصل فيها؟ إثبات إيمان أبي بكر الصديق. أثبتت له إيمان أبي بكر الصديق بكلام علي بن أبي طالب وبكلام فاطمة. دخلنا بغضب السيدة فاطمة، أثبتت له أن السيدة فاطمة تغضب في كتبه. إيه اللي حصل منه؟ قال لك مش راضي على الكتب بتاعتي. ده المقطع من المقطع. قال مش راضي على الكتب بتاعتي. مش راضي على الكتب بتاعتي. طب ده تدخل معاه ازاي؟ يعني نفسي افهم تدخل معاه ازاي لما بيعرضش حتى صوتك، بياخد اللي هو عايزه ويحطه ككتابة ويكتبه عشان يعمي على الشيعة. الله المستعان. نسمع. صلى الله عليه وسلم قال للعلماء نحن لا نورث درهما ولا دينارا ولكن ورثنا العلم. يعني رديت على رواية الكافي، ورديت كمان على كلامك بلا ناهية ولم الناهية، وقلت لك أن لم جازمة ناهية وهي أشد من لا. ولا أنت بتسمع اللي على كيفك وما بتسمعش اللي على كيفك؟ صح. ما أنت ما تقدرش تجيب الكلامي كامل، ما تقدرش تجيب كلامي كامل عشان الناس ما تسمعوش. فابتديت تعمل حاجة جديدة جدا، إن أنت تكتب اللي أنت عايز ترد عليه، لكن مش اللي وليد قاله. وإلا لماذا لا تضع صوتي كما أضع صوتك على الأقل؟ هو بيلعب على الشيعة مش علينا، فالله المستعان. يقول لك ما ردتش على رواية الكافي. أن يرد على الحديث الذي رواه البخاري حين قال رسول الله لفاطمة من أغضبك أغضبني، لأنني قلت له في الحلقة السابقة أن غضب الزهراء مطلق لأن رسول الله لم يحدد نوعية الغضب. قال مباشرة أن الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها، وهذا يعني أنها معصومة لا يمكن أن تغضب إلا عن حق. ومن غضبت عليه الزهراء مصيره النار، لأنه سيكون قد أغضب الله سبحانه وتعالى. فماذا كان رد هذا المسكين؟ قام وذهب إلى كتب الشيعة وقال المعصوم عندكم غضبت منه الزهراء. لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا بص، لما بلجأ لكتب الشيعة ما بيردش، يقول لك ذهب للمعصوم عندكم. ما انا اروح فين يعني؟ لما انت حاطط قاعدة ان السيدة فاطمة اذا غضبت من حد فاصبح في النار، احلها لك ازاي؟ اجيب لك واقول لك لا والله العلماء ما قالوش كده عندنا؟ ولا اروح اجيب لك الغضب اللي هي غضبته على النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليا وهي غضبت على علي وعلي غضب عليها؟ اتفضل بقى دخلهم النار، لان هو قال ان الغضب مطلق. تمام؟ فالله المستعان. قال لك ده جرى على المعصوم عندي. هي دي المناظرة، الكتابة اسف المقطع بمقطع، ان انا المفروض ان انت تقول لي حاجات انا اقعد ارد عليها بس، لكن المفروض ان انا ما اجيبش حاجة من كتبك بتاعتك. هو ده اللي المفروض كان مقطع بمقطع يا اخوان في اثبات ايمان ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. هرب من الارث لايمان ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ولحقته فيها، تمام، وافحمته فيها، وجبت له اشياء كلها من الكتب بتاعته تؤيد اقوالنا، ومع ذلك هرب منها ويقول لك لا انا لا مش هتكلم فيها، انا طرحت عليك من كتبك يبقى تخليك في كتبك يا وليد اسماعيل. الله المستعان. في كتب ايوه طبعا ما انا لازم اعمل كده. يعني انت بتقول ان غضب السيدة فاطمة، وبعدين يا اخواننا لاحظوا تاريخ الحلقة 15/6 15/6 و15/7، يعني ايه كل الحاجات دي كلها تقريبا اخذت 15 يوم. الحلقات من 15/6 مثلا ل 15/7 وانا برد عليه، وفي الاخر خالص قلت له لا امشي العب بعيد، امشي العب بعيد. طالما ما بتجيبش الاقوال اللي انا قلتها من الكتب الشيعية وترد عليها تبقى تلعب بعيد. الله المستعان. غضب عام وليس غضب خاص، وأن كل غضبها يبقى الله عز وجل غاضب فيه. فطبعا لازم أروح للكتب بتاعتك عشان أثبت لك إن النظرية بتاعتك خطأ. أمال أنا هروح للكتب بتاعتي؟ طب إيه الفائدة لو أنا قلت لك دلوقتي، يعني أنا دلوقتي جميل أو أنت مش عايز نذهب للكتب بتاعتك،
لو ذهبت إلى الكتب بتاعتي وأخرجت لك حديث أن علي بن أبي طالب أراد خطبة بنت أبي جهل فالسيدة فاطمة غاضبت عليه، هتصدق؟ ساعتها هتقول لي يا وليد يا إسماعيل ده من كتبك. فطبيعي جدا، طبيعي جدا يا ابني، طبيعي جدا إن أنا ألجأ للكتب بتاعك عشان أقنع متابعيك. طبيعي جدا. يعني حتى الأشياء الطبيعية بقينا نتكلم فيها، الأشياء البديهية بقينا نتكلم فيها. الله أكبر، الله أكبر. كمل يا ابني كمل. بكر وذهب إلى المعصوم عند الشيعة، يعني هروب مخزي ومضحك من كتبه. وأيضا حين حاول أن يرد على نفس هذا الحديث غضب الزهراء الذي رواه البخاري، قال هذا المسكين اقرأوا معي حديث أن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. هو مفرغ يا إخوانا، مفرغ عشان تخيلوا إن صوتي وصورتي يتحولوا لكتابة. يعني صوتي وصورتي يتحولوا لكتابة عشان يرد على اللي هو عايزه. أكتر من كده ضحك على الدقون، أكتر من كده ضحك على شباب الشيعة. الله المستعان. اتفضل. على اللي هو عايزه. بصوا مفرغ، يعني كاتب كلامي. طب ما اللي خليك تكتب كلامي ما تنقل صوتي للناس. لا ولا عشان الناس بس هتعرف ان انت بتبطر صوتي وبتجيب المقطع اللي انت عايزه ترد عليه، صح؟ لكن انت كده ولا مسمعهم صوتي ولا شايفين صورتي، وفي الاخر يعترض عليا في اول الحلقه يقول لك ايه؟ وليد اسماعيل اصله خلى صوتي، اصل سرع صوتي، اصل عمل في صوتي. يا راجل يا طيب، يا راجل يا طيب، عيب عيب. رمتني بدائها وانسلت، رمتني بدائها وانسلت. الله اكبر. ايوه والله العظيم يتهرب باي كلام، يعني يتهرب باي كلام، اي محشي في اي حل، ويقول لك ايه وليد اسماعيل دخل. على فكره ما ردش كمان، انا كنت هنسى على فكره، ما ردش على الحديث بتاع الكافي. قال لما انا الزمته الزامين فيه اللي هو حديث ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. هو تزاكى في الاول وقال لك انت مش فاهم ايه الفرق ما بين الله واللم، يعني لا ولم. فقلت له ده يا عم ده اللم مصيبه اكبر من الله. فما ردش طبعا. وسالته سؤال تاني انا وهو، هل كان العلماء يرثون من الانبياء والمرسلين الدرهم والدينار؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا نورث درهما ولا دينارا. طبعا ما ردش. وايضا ما ردش على لما قال طيب السيده فاطمه رضي الله عنها وارضاها اذا ورثت علم النبي. طب ما يا ذكي، طالما السيده فاطمه ورثت علم النبي يبقى اذا السيده عائشه ورثت علم النبي، والسيده ميمونه ورثت علم النبي، والسيده حفصه ورثت علم النبي. الله المستعان. عايزين حد تقيل يا اخوان، والله العظيم بجد عايزين حد تقيل. لما تكلمه كده تحس ان انت بتكلم عالم، بتكلم واحد فاهم في الاصول، واحد دارس، مش واحد سمك لبن تمر هندي بيضحك على شويه شباب صغيره وخلاص. عايزين حد بجد بيفهم. مين بقى اللي هرب من اسئلتي كلها وعمل ودن من طين وودن من عجين وبقول لك انا هعيد عليه الاسئله تاني؟ طب انا نفسي اسال، ان ما كنتش هجاوبك من الكتب بتاعتك هجاوبك منين؟ يعني لما جاوبتك من كتبي انا قلت طب انا عامل ايه بكتبك؟ كتبك لا تلزمني يا وليد يا اسماعيل. طب اجاوبك منين؟ انا نفسي اعرف اجاوبه منين يا اخوان. يا شيعة استحلفكم بالله اجاوبه منين؟ يعني كتبي ليست ملزمة له والكتب بتاعته مش راضي يرد عليها. طب اجاوبه منين؟ انا نفسي اعرف اجاوبه منين بجد والله العظيم يا اخوان. اجاوبه منين؟ ادوني انتوا حل. يعني انا لو قلت له البخاري ومسلم قالوا كده يبقى انا كده خلاص جاوبته، ولا هيقول لي الكتب بتاعتكم ليست ملزمه ليه؟ فانا نفسي اجاوبه منين، وبقولوا لي اجاوبه منين بعد كده. بالنسبه لغضب السيده فاطمه اللي عمال يردده، جاوبت من كتب الشيعة، هرب من كتب الشيعة، اصبح من مذهب عفني. يا جماعه الخير قولوا ان احنا الكتب بتاعتنا معره، قولوها صراحه، قولوا لنا يا اهل السنه يا جماعه لو سمحتم ما تدخلوا في الكتب بتاعتنا لان الكتب بتاعتنا معره. ما تلزمونا بالكتب بتاعتنا لان الكتب بتاعتنا معره. يعني لا المره اللي فاتت رد عليا ولا المره دي رد عليا. فالله المستعان. كتبكم معره، قولوا الكتب بتاعتنا معره.
المشكله ان انتم بتفتحوا على نفسكم بيبان، ولما نرد عليكم تقعدوا بقى اصنام. سبحان الله، اموات. فيعيد تاني قصه تاني، غادرين آثمين وبما ان اذا تاني، وانا ارجع اقول له القصه تاني. انت وراكش حاجه يا ابني؟ يعني انا نفسي اعرف انت وراكش حاجه؟ يعني انت بما ان اذا دي مستوحاه منك انت، يعني بما ان علي بن ابي طالب، هو علي بن ابي طالب اساسا قال، ولكن تعالوا نسمع. والله بيورطوا نفسهم يا اخوانا. يا اخوانا، هو في ايمان ابي بكر الصديق اراد ان يثبت عدم ايمان ابي بكر الصديق بالروايه التي تقول آثمين غادرين الى اخره، تمام؟ فانا قلت له نمشي معك. اذا كانت هذه الروايه تدل على عدم ايمان ابي بكر الصديق، فعندكم روايات صحيحه بان عمر بن الخطاب تزوج بنت علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. إذن هذه تثبت أن عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب أصبح مؤمنا، وأسماء بنت عميس رضي الله عنه وأرضاه عندكم مؤمنة، ولا يجوز الزواج من رجل كافر وليس بمؤمن، فزواج أسماء بنت عميس يثبت إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، تمام؟ فالله المستعان. فساب كل ده، والغضب فاطمة برضو نفس الحكاية، ساب كل ده وعايز يحطني في خانة معينة، ما أرد إلا في الخانة ديت المعينة ديت. طب يا عم برد من كتبك؟ أبدا، حاشا وماشا وكاشا. فرط نفسهم وقال لك إيه، أنا مش هرد. أنا نفسي أعرف، يعني عارف أنت يا أخوانا بالظبط كده، بالظبط فريقين بيلعبوا كرة قدم، فالفريق الشيعي بيقول للفريق السني لو سمحت خلينا احط فيك اهداف بس، يعني لو سمحت خلينا احط فيك اهداف بس، لو سمحت ما تدخلش الكرة في مرمايا، وان سمحت ما تجيش جنب الملعب بتاعي، نص الملعب بتاعي ما تجيش، خليني انا بس العب في نص الملعب بتاعك. ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ يعني ولا رد على مسألة الإرث، وفوت زواج المتعة، وفوت الإلزامات، وفوت الحديث اللي هو جابه من الكافي، ولا فوت كل ده ورمى عرض الحائط. وفي الحوار الثاني في إيمان أبي بكر الصديق خرج من إيمان أبي بكر الصديق لمسألة الإرث. الله المستعان. وساب كل الإلزامات اللي أنا ألزمته بيها في السيدة فاطمة، فغضب علي بن أبي طالب، غضب السيدة فاطمة على علي، وعلي غضبه على فاطمة، كل ده سابه، ودن من طين ودن من عجين. خلي بالك بقى، لو ما ردتش على إلزاماتي هاخدك كده، لو ما ردتش على إلزاماتي السابقة في مسألة الإرث وإلزاماتي دي، هاخدك من قفاك كده كده، والله العظيم هاخدك كده. الكبانيه، لا ما يعرفوش كلمة كبانيه. الكبانيه دي معناها فرنسية، الكوانيه، تمام؟ هاخدك كده وارميك في التواليت، هرميك في الدبليو سي والكم كاكا. والله العظيم لو ما رديت على كل إشكالية أنا حطيتها ولا هعبرك، لو هتهاتي من هنا لبكرة ولا هعبرك. رد على إشكالاتي أعبرك، مش هترد على إشكالاتي وتفضل تكتب اللي أنت عايزه عشان الناس ما تسمعش صوتي. أنا بسمع الناس كل كلامك، لكن أنت ما بسمعش، بتقعد تكتب عشان ترد على اللي أنت عايزه بس. هاخدك من كده وارميك كده وتبقى انتهينا خلاص، وهنقول الله أكبر ولله الحمد، وانتصار ساحق من وليد إسماعيل على أبو بلاستيكا لو ما رديت على إشكالاتي. أنا جبتها إشكال ورديت عليها. عايز بقى حضرتك تكلم الشيعة أنت وهم مع بعض، النار واسعة، أقول اللهم بلغت اللهم فاشهد. لكن إن أنت تقتصر الحلقة على كلامك أنت بس وما ترد على إشكالاتي وأنا أفضل أرد على إشكالاتك، دي مناظرة إيه دي ولا حوار إيه؟ ده حوار أم حسن. جماعة الخير، ارجعوا بالذاكرة كده شوية. اشترطت على أبو وجه بلاستيك وقلت له لو ما كنتش تضع أقوالي بصوتي حتى يسمعها الجميع، وترد على تساؤلاتي وترد على
المصادر اللي أنا جبتها في مسألة الإيمان أو مسألة إرث السيدة فاطمة كحلقة أولى، لأنه عمل حلقتين، حلقة عن الإرث ورديت عليه ما ردش تاني، أفحمت فضل الله عز وجل ما ردش تاني. عمل حلقة على مسألة إيمان أبي بكر الصديق فعطيته كم صاروخ ما ردش عليه. الآن حب يتزاكى وبيحول المسألة من إيمان أبي بكر الصديق اللي مش عارف تدليس البخاري، ومع ذلك كلمته على تدليس البخاري وكلمته على المجلسي وأفحمته برضه بعدة كتب، ولكن هو ودن من طين وودن من عجين، لأنه عارف مين اللي بيسمعه؟ الشيعة. فقول اللي انت عايزه. وعطيته وعد كمان ان هو لو حط صورتي، يعني حط صوتي فيديو بالصورة بالصوت، مش هبلغ عليه عشان الناس تسمع، لكن ان انت تتحول وتضحك على اتباعك وتستعمل معاهم السذاجة وتكتب اللي انت عايزه وما تكتبش اللي انت عايزه وترد على اللي انت عايزه وما تردش على اللي انت عايزه، يبقى العب مع الشيعة بتوعك بعيد، وبفضل الله عز وجل انتصرنا عليك. الكاتب لي فيديو فشل وليد اسماعيل وانتصار ذو الفقار المغربي. يا عم انتصار فين؟ انت بتحلم بالانتصارات. لاحظتوا يا اخوانا، لاحظتوا اسم الفيديو انا ذكرته، الكلام ده من شهر 6. كبر لنا الصورة بتاعته كده، الشاشة كلها اهو الفيديو، فشل وليد اسماعيل وانتصار ذو الفقار. فالله المستعان. يعني انا دخلت معاه مقطع لمقطع زي ما هو بيقول، والزمته عدة الزامات من الكتب الشيعية، مش عايز يرد على الكتب الشيعية، مش عايز يرد على الكتب الشيعية، اي الزام بديهوله من الكتب الشيعية مش عايز يرد عليه. قمت تركها له، قلت له غور يلا العب بعيد، يلا انت والعيال بتوعك دول العبوا بعيد، تعلن انتصار ما تعلنش انتصار، يعني معناه ان انا رديت ولا ما رديت؟ استحلف كل شيعي بالله، معناه ان انا رديت ولا ما رديت؟ رديت على موضوع الارث ورديت على موضوع ايمان ابي بكر الصديق، ولكن تركت المناظره لانه لا بيجيب صورتي ولا بيجيب صوتي حتى لو كان سريع، وبيكتب اللي هو عايزه وما بيردش على الكتب الشيعيه، وما بيردش على الكتب الشيعيه اللي انا بديها له، المصادر الشيعيه والالزامات الشيعيه ما بيردش عليها. تبقى مناظره ايه ديت؟ وجاي دلوقتي يضحك على الشيعه ويقول ان انا ما ردتش عليه، ان انا ما ردتش عليه. واللينكات قدامكم يا اخوانا، الحلقات باللينكات، الاخوه حطيتها على التكست، الحلقات اللي انا رديت عليه فيها في ارث السيده فاطمه وفي ايمان ابي بكر الصديق، واللينكات موجوده، والحلقه من شهر 6. لكن يا اخوانا هو مش قادر. يا وليد ارحمه، ارحمه يا عم، ارحمه، ابوس دماغك يا وليد اسماعيل، ارحمه في مواقيت الصلاه، الراجل غلط غلطه، ارحمه. كل يوم هيطلع لك فيديو، وممكن يسيب اللي فات ده كله ويمسك في حته في الفيديو بتاع النهارده عشان برضه ما يردش على مواقيت الصلاه، ونفضل كده كل يوم كده كل يوم كده كل يوم كده. الله المستعان. نكمل الفيديو بتاعه، نكمل. وأيضا هذه الحلقة وإلى اليوم لم ترد علي فيها، وأيضا هذه الحلقة وإلى اليوم لم ترد. ما رأيك الآن؟ لا، بل وقد أخرج لك حلقات قبل سنوات أنت ما زلت هاربا منها ولم ترد عليها. أنا أعلم وأنت تعلم يا مزور أنك خائف من شروط المناظرة وموضوع المناظرة وهو الهجوم على دار الزهراء. تعرف أنه سيتم طحنك طحن في هذا الموضوع، أقسم بالله سيتم طحنك علميا في هذه المناظرة، لهذا أنت تخشاها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يقول مزور الإيميلات أنا رديت على ذو الفقار في مواقيت الصلاة وهو ما ردش علي، فقام ذو الفقار يفكر فعايز يحفظ ماء وجهه، فقال لك فكر وقدر، أعمل لك فيديو وأنا اللي أحط العنوان المناظرة ووقت المناظرة وشروط المناظرة وأبدأ المناظرة. أنا عايز أفهم بس، لو أنا عملت كذا يعني أنا اللي اخترت عنوان الموضوع وأنا اللي حطيت الشروط وأنا اللي حطيت الوقت ونزلت المقطع وقلت له يلا يا ذو الفقار ناظر، كانت الشيعة حيقولوا إيه؟ حيقولوا إيه يا وليد إسماعيل بتعمل إيه؟ إيه الحماقة والعبط ده؟ فأنا بقول له إيه الحماقة وإيه العبط وإيه الهبل ده؟ إيه اللي بتعمله ده؟ مش للدرجة دي. هذا نص كلامه. الجواب على هذا الكلام، هذا المسكين يكذب عليكم كعادته. نسي هذا المزور كيف أنه هو بنفسه نشر مقطع فيديو في قناته وقال أنا موافق على مناظرة ذو الفقار في أي موضوع هو يختاره، فقمت أنا وقبلت المناظرة واخترت عنوان المناظرة. وأما هنا الكذب بقى، هنا الكذب.
ويا ريت الاخوه في السوشيال ميديا تاخد الحته دي بالذات وتنشرها مع المقطع بتاعي، لان المقطع بتاعي بقول انا مش هناظر مقطع لمقطع وجها لوجه، يعني انا محددها واتكلمت فيها حوالي 3 مرات، وادي المره الرابعه. والغبي ده انا امبارح حاطط له الفيديو كامل. هو فين الفيديو يا اخوانا كامل؟ لما انا قلت انا شكلي كنت بعمل اهو الفيديو كامل. ده الفيديو كامل. والله فكرتني الاسم صح، ثواني. يا اخوانا الشيعة ناشرين ان بكرة باذن الله تعالى في مناظرة ثنائية. وبعدين ايه؟ لاحظوا ان الموضوع كان من 23/11، اهو التاريخ في الجنب. التاريخ في الجنب اهو 23/11/2023، يعني من شهرين. شهرين الا يومين عشان ما يمسكش فيها، من شهرين. تخيلوا المقطع ده من شهرين. بقول لك وليد اسماعيل اصل انت طالبتني بالمناظره وانا وافقت. اسمعوا يا اخوان المقطع اهو كامل، اهو المقطع كامل اللي حطيته مرتين، وامبارح الثالثه والنهارده الرابعه. وبين الواد السلبوت ده اسمه ايه؟ علاء المهدوي، وبين وليد اسماعيل وذو الفقار. انا موافق. يا اخوانا. والبوستات دي منتشره على الصفحات الشيعيه وليس السنيه، يعني اللي اخترعها الشيعة، وانا موافق على مناظرتي بكره مع ذو الفقار في الموضوع اللي يختاره، بدون تحضير وبدون اي شيء كمان. وعندي استعداد ادخل المناظره وهو يطرح الموضوع جوه المناظره، تبقى مقطع لمقطع. يهبل يا غبي يا اللي بتضحك على الشيعة. لما انا اقول يختار الموضوع جوه المناظره يبقى مقطع يا يهبل. ولما بقول رامي عيسى هيناظر علي المهدوي مقطع لمقطع، واللي عملوا البوست اساسا كانوا بيتكلموا على مقطع لمقطع. لما بيقولوا مناظره ما بين وليد اسماعيل وذو الفقار المغربي وبين علاء المهدوي ورامي عيسى كانوا بيتكلموا عن مقطع لمقطع. ما بلاش استهبال على الشيعة، والله ربنا هيحاسبك. بلاش استهبال على الشيعة، عيب. لان هو واثق ان الشيعة ممكن ما يكونوش بيسمعوا عندي، الشباب اللي موجود عنده ما بيسمعوش عندي، لكن عيب. اكيد اي شيعي هيعثر على المقطع ده وهيقول لك عيب. انت كل ده ذو الفقار بتتكلم على ان وليد اسماعيل وافق على مقطع لمقطع، لذلك انت اخترت العنوان زي ما كان وليد اسماعيل بيتكلم على مناظرة مباشرة. وبعدين ده يهبل بعد المناظرة بعد الحوار بتاع اثبات ايمان ابي بكر الصديق والارث. ايه الغباء اللي انت فيه؟ يعني بتكذب علني. ده انا لسه متكلم فيها امبارح واول امبارح علني، وحاطط المقطع ان هو ما كانش المقطع لمقطع بل كانت مباشرة علني. الا الحماقة اعيت من يداويها. اي والله العظيم يا ابني من حقك. اذا كان معلش مع احترامي للبهائم الا من رحم ربي، اذا كان عندك شوية بهائم بيصدقوك ان انا كنت بتكلم على المناظرة انها مقطع لمقطع وليس مباشرة، واللي يفهم انها مقطع لمقطع حمار شبهك. نكمل. يعني عندي استعداد ادخل المناظرة وهو يطرح الموضوع جوه المناظرة، يعني ما اعرف الموضوع الا جوه المناظرة. دي معناها ايه؟ انها مقطع لمقطع. ليه غبي انا شبهكم ما بعرف اميز ان تطرح الموضوع جوه المناظرة يعني معناها مقطع لمقطع؟ ده يتفهم منه انها مقطع لمقطع. كمل. موافق، والله موافق. خلاص كاتبين رامي عيسى مع علاء السلبوت ووليد اسماعيل مع ذو الفقار.
فانا مناظرتي مع ذو الفقار انا موافق. يا اما يطلعوا شويه عيال ويشيلوا البوست الاهبل ده، لان هم اساسا اول ما هيخذلوهم. يعني هطلع لك ذو الفقار ده ويقول لك والله انا ما قلت، والله العظيم ما قلت، والله ما قلت، وانا ما بناظرش، انا بناظر مقطع لمقطع، وفي الاخر باخد المقطع ويشيل الصوت ويحط كتابه وما بيجاوبش على اي سؤال انا بقوله. يعني معناها ايه؟ يعني معناها ان مناظره مباشر مش مقطع لمقطع، وبيضحك على الناس تاني دلوقتي وبيقول لهم ان وليد اسماعيل وافق على مناظرتي عشان كده انا اخترت الموضوع. يا عم والله العظيم عيب، انا مكسوف لك، والله العظيم انا مكسوف لك. قول يا عم خلاص مقطع الموضوع ده انا اخطأت، جل من لا يسهو يا عم، اخطأت، انت مش معصوم في مواقيت الصلاة ان انت جعلتها الاصل، خلاص اطلع قول انا والله العظيم انا كنت جاهل وخلاص، موضوع جهلت فيه خلاص. لكن مش كده، مش كل يوم هنقعد نقطع في فروتك كده وتطلع عبيط وتقعد تعيد الكلام تاني وتعيد اللي انت بتقوله تاني عشان تقنع شوية البهايم اللي موجودة عندك الا من رحم ربي. الله المستعان. ايه احساس وليد اسماعيل وانا بتفرج على وليد اسماعيل؟ والله عجبني كلام وليد اسماعيل وهو بيبادر برضه ذو الفقار. يعني نعمل لهم ايه اكتر من كده؟ طيب تعالوا نكمل بقية مقطعه يلا. شروط المناظرة، ولكن انتبهوا إلى كلامي وماذا قلت عن شروط المناظرة، والتي تغافل عن هذا المزور حتى يضحك عليه وقال أنا موافق على مناظرة ذو الفقار في أي موضوع هو يختاره. فقمت أنا وقبلت المناظرة واخترت عنوان المناظرة، وأما الشروط نعم وضعت شروط المناظرة، ولكن هو بس دلوقتي بيتوه على موضوع ايه؟ ان هي ايه؟ كأن انا قبلت خلاص مقطع لمقطع والراجل هو اللي حط الشروط ولكن انا ما وافقتش على الشروط. وكان ممكن يا وليد يا اسماعيل ترفض الشروط. هي القضية مش قضية شروط. ما يا حمار كانت مقطع لمقطع في إرث السيدة فاطمة، وكانت مقطع لمقطع في إيمان أبي بكر الصديق، وما بقتش ترد على الأدلة بتاعتي. أجي أرجع تاني مقطع لمقطع، ويا غبي المقطع، ما أنا بقول لك المقطع كان وجها لوجه، المناظرة وجها لوجه. الله المستعان. يعني كذب الكذبة وبيحاول يمشي فيها. قال يعني انا كنت موافق على مقطع لمقطع وبعدين هربت، بس انا بقى شروط المناظره هي اللي واقفه في زوري، وان هو اختار العنوان هو اللي واقف في زوري. كمل يلا. انتبهوا إلى كلامي وماذا قلت عن شروط المناظرة، والتي تغافل عن هذا المزور حتى يضحك على أتباعه. شاهدوا معي ماذا قلت. أكتفي بهذه الشروط السهلة جدا والمنصفة، وإذا لم تكن موافق عليها أعلمني. هل انتبهتم ماذا قلت؟ قلت له وإن لم تكن موافق على هذه الشروط أعلمني. هل شاهدتم الإنصاف؟ فأنا لم أضع الشروط وألزمت المزور بها، بل قلت له إن لم تكن موافق على هذه الشروط أعلمني. فهو خرج يستهزئ ويقول ذو الفقار حط عنوان المناظرة ووقت المناظرة وشروط المناظرة وبدأ المناظرة. نعم يا مزور أنا فعلت هذا، ولكن قلت لك إن لم تكن موافق على هذه الشروط أعلمني، فلم يا عم انت بتتكلم، احنا بنتكلم في شروط. شوف حول المسألة لإيه؟ حول المسألة لشروط. أنا بتكلم عن المسألة ككل، إن أنت اللي تحط شروط وعنوان المناظرة وتختار المناظرة وإنها مقطع لمقطع وتبدأ المناظرة. هو أنا طلعت في مقطع قلت لك أنا موافق على كله إلا الشروط عشان تتكلم في الشروط بس؟ لو بقول لك شوف الإنصاف بتاعي، أنا حطيت الشروط وبدأت المناظرة، أي نعم، بس أنا لما حطيت الشروط قلت له لو مش وافق عليها قول لي. إيه الغباء اللي هو فيه ده؟ إيه العبط والهبل اللي هو فيه ده؟ معلش يا أخوانا، هو بيمشي على الشيعة. كمل يلا كمل. بإمكانك أن تقول أنا غير موافق على هذه الشروط وأريد شروط أخرى، ثم نتفق أنا وأنت على شروط جديدة، حتى وإن أنا بدأت موضوع المناظرة، لأني لن أغير موضوعي وأدلتي التي نشرتها حول الهجوم على دار الزهراء في 4 دقائق، حتى وإن تم تغيير شروط المناظرة. هل رأيت كيف أنك تضحك على أتباعك؟ أنت تورطت معي عندما قبلت المناظرة والآن هربت منها. أما قولك أنك قبلت المناظرة وجها لوجه وليس مقطع بمقطع، فأنت هنا مرة أخرى تضحك على أتباعك، لأنك تعلم يقينا أني لا أخرج مباشر وليس عندي بثوث مباشرة، فلماذا تستعرض عضلاتك أمام أتباعك وتقول أنا موافق على مناظرة ذو الفقار؟ العقلاء من أتباعك سيضحكون عليك لأنهم يعلمون أني لا أطلع. أيوة الحمير بتوعك بيضحكوا على طول. دي من ثاني. يا غبي أنا برد على بوست اتحط،
يا غبي، انا برد على بوست اتحط وانتوا اللي حطيتوه كشيعة. البوست فيه مناظرة يوم كذا، علاء المهدوي مع رامي عيسى، ووليد اسماعيل مع من؟ مع ذو الفقار المغربي. يعني المناظرة ايه؟ مقطع لمقطع يا حمار. انا مش عارف لحد امتى اقعد اعلم فيك. بل لم أخرج مباشرة أبدا حتى مع القنوات الشيعية. هناك كثير من البثوث الشيعية الآن وأنا لم أتصل بهم ولم أخرج معهم على المباشر أبدا منذ 7 سنوات من إنشاء القناة. فأنت تضحك على من يا مزور؟ لا لسه طالع مع واحد يا حمار، لسه طالع مع واحد يهبل، لسه طالع مع واحد يهبل. استنى والله يا ريت الاقيها. يا رب الاقيها دلوقتي، افتكرتها دلوقتي. ذو الفقار المغربي يفاجئ الجميع بالظهور. معرفش بقى ان كان تسجيل فيديو ولا بتاع دوت، ولا صوت ولا صورة ولا كتابة، بس انا قريت العنوان قبل كده. هاتوا الصوت يا اخوانا. ناقص قلت انه النبي انه ابين انه انا افهم والسني لا يفهم، وانه الشيعة على حق والسنة لا والله. عاجل ذو الفقار المغربي يفاجئ الجميع على البث المباشر في قناة الحج وعد اللامي. شاهدوا بماذا وعدنا. الله احنا كلنا نتبع له، ممكن انا غلطان رسوله ثم قل فقد اطاع الله. بالحساب وسريع بالركض وسريع بالقوه، قوه الصوت. ليش؟ المونتاج تبع هذا الروح. ليش لا؟ انه عمر اجتهد فاصاب ومحمد اجتهد. ما اعرفش، المهم مش عارف يعني عشان ما يمسكش عليها. هل هو الاخوه في كنترول يبقوا راجعوها، هل هو طالع بصوته ولا طالع كده ككتابه؟ لان هم حاطين الكتابه، ممكن يكون طالع كتابه، لكن مش هي دي القضيه. يا عم انت ما بتطلعش خليك واحد، ما بتطلعش خليك مع النسوان يا عم، خلاص انا اعمل لك ايه؟ لكن حته مقطع لمقطع دي انساها، انسى مقطع لمقطع خلاص. بعد اثبات ايمان ابي بكر الصديق واثبات الارث خلاص، وقلتها من كتير وللمره الثانيه. فين المنديل يا اخوانا؟ راح المنديل والله العظيم، وعلبه المناديل فاضيه. بس اما نكمل، طيب اما نكمل بقيه المقطع. عرض عضلاتك أنك تريد مناظرة على المباشر وأنت تعلم أن المباشر. ألا تستحي؟ فأنا عندما شاهدتك تقول أنك موافق على مناظرتي لبيت الطلب وبدأت المناظرة واخترت عنوان المناظرة، لأنك أنت من قلت أنك تقبل مناظرتي في أي موضوع الذي أنا أختاره، لأني على يقين أنك تعلم أن أسلوبي في المناظرات معكم هو مقطع بمقطع. سبق وتناظرت معك مقطع بمقطع، فلماذا الآن بدأت تستهزئ؟ واضح أن الشروط وموضوع المناظرة أحرجك كثيرا. هل فهمت يا مزور يا من لا تستحي؟ فمرة أخرى لا تضحك على أتباعك كما ضحكت عليهم في شهر رمضان وأنت تزور الإيميلات أمام أعينهم. صار واضحا؟ خلاص يا اخوانا، هات المنديل يا احمد بالله عليك، عشان هو كده خلاص معايا. يعني هو كده خلاص، اعمل له ايه كان ما بيفهمش الحمار. هات يا احمد، الله يكرمك يا احمد والله العظيم. والله علبة مناديل جديدة والله. يلا اول منديل فيها، الله اول منديل فيها يا ابني. يا ابني والله العظيم انت صرصور، انت صرصور والله العظيم، ومكانك والله في الزبالة، والله مكانك في الزبالة. يمكن خسارة بتاع دوت، كل يوم يطلع لي بمقطع اصل انت مش عارف ايه، اصل ناس فاضيه والله فاضيه. وموضوع مواقيت الصلاه تعبهم، اقسم بالله والله ناس فاضيه. وموضوع مواقيت الصلاه فعلا تعبهم، يعني موضوع مواقيت الصلاه فعلا تعبهم. فكل يوم يطلع لك بحاجه عشان يشغلك. خلاص ريح نفسك يا عم، ريح نفسك. اللهم بلغت اللهم فاشهد، اللهم بلغت اللهم فاشهد. الآن مرتبط في ذهن الجميع مسألة مواقيت الصلاة، ولله الحمد والمنة. اعمل بابا يا ابني ما بدالك، مش عارف كل يوم بقى اقعد اشغل لك البتاع. اخدنا معاه ساعة 10 دقايق او حوالي ساعة، يخرب بيت كده. هي الناس دي ما بتملش من الكذب؟ ما بتملش من التهريج؟ يعني كل مرة اقول له ان انا كنت اقصد فيها وجها لوجه، وجها لوجه،
وبعدين بعد شهرين افتكر ان انا طالبه للمناظره. يعني بعد شهرين افتكر ان انا طلبته للمناظره، افتكر ان انا طلبته للمناظره بعد شهرين افتكر ان انا طلبته للمناظره. طب ما كان من الاول يقول لا انا ما بناظرش والبوست ده بايظ ومش حلو وانا ما بناظرش وجه لوجه، عايز تناظرني يا وليد يا اسماعيل مقطع لمقطع ماشي. ده الكلام ده من شهرين، بعد شهرين افتكر ان الراجل ان انا كنت موافق على المناظره بعد شهرين. يعني كفايه ان احنا بنستحمله شكله، كفايه ان احنا بنستحمل التسريحه الهبله بتاعته، كفايه ان احنا مستحملين الوجه البلاستيك بتاعه، كفايه ان احنا مستحملين تهريجه. الله المستعان. ما سمعت. يلا. وبعدين ده حتى حمار كمان، يعني حتى عنوان المناظرة اللي هو واخده مش كسر الضلع، ده بيتكلم في التهديد. يعني حتى لو اثبت ان التهديد واقع لا يستطيع اثبات كسر الضلع، يخرب بيتكم. ومع ذلك برضو موضوع مواقيت الصلاة هيفضل موجود ولله الحمد والمنة. وخليكم كمعممين ومحاورين يعني ما تستطيعون حتى الاتصال ولا تتكلموا في موضوع مواقيت الصلاة، سايبين الأطفال الصغيرة، والأطفال الصغيرة ربنا يهديهم ويصلح لهم حالهم ابتدوا الآن يقتنعوا في موضوع مواقيت الصلاة لأن حجاجكم ضعيفة جدا فيه. والله المستعان. كمل يا ابني. الله المستعان. هاتهولنا طيب يا محمد، هاتهولنا. لا فعلا ملل، ما بيتعبوش، هو قاعد قدامه الكاميرا ويروح جاي مسجل له ويقول يعيد الكلام تاني، وملل ملل والله العظيم ملل. يعني هتفضل وراهم كده ملل ما بيملوش من الكذب لان دينهم اساسا قائم على الكذب. يعني الدين بتاعهم اساسا قائم على الكذب، الدين قائم على الكذب. اتفضل. السلام عليكم شيخ وليد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء بدي أتشكرك على رحابة صدرك وعلى علمك الفائق صراحة، بدي أتشكرك. نسأل الله الإخلاص. بدي أقول لك إنه أنا شيعي، بس قبل ما تسكر الخط بوجهي خليني أسألك سؤالين. اتفضل. أنت منين، لبنان ولا سوريا؟ لبنان أنا. اتفضل. يا شيخ أنا لا بلعن الصحابة ولا بلعن أمهات المؤمنين، وأتبرأ مما يقوله الشيعة حول الصحابة وحول زوجات الرسول وأمهات المؤمنين. لكن عندي شرط، وأترضى على الصحابة وأترضى على أمهات المؤمنين وأدافع عنهن، مع أنني مذهبي شيعي لست بمذهبي سني، وأصلي كما يصلي أهل السنة والجماعة بضم اليدين ليس بإسدال اليدين إلى الأسفل. لكن عندي سؤال. فضل. أنا أميل لفكرة أن سيدنا علي رضوان الله عليه هو الأحق بالخلافة كونه ابن عم النبي، ونشأ وتربى ونشأ على يد الرسول صلى الله عليه وسلم بعمر السابعة حتى ما مات الرسول. هل هذا فيه حكم أو كفر والعياذ بالله بالعقيدة الإسلامية؟ يعني هو حق، يعني هو أحق ليه؟ يعني إيه السبب إنه هو أحق يعني؟ أولا إنه ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أهل طب البيت. ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هو ابن عمه، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا الله عز وجل أمات أبناء النبي صلى الله عليه وسلم في الصغر؟ أنا معك شيخ. أنا حتى في عندي كمان شغلة تانية إنه أيوة ماشي، ما أنا بسألك دلوقتي إذا كانت هي المسألة بالقرابة لكان من باب أولى أن جعل الله عز وجل أبناء النبي صلى الله عليه وسلم أحياء. أي أنها بالأجدر شيخ سماحتك، صح؟ حتى لو قلنا أنها بالأقدر، شوف مواقف علي بن أبي طالب ومواقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. عليه رضي الله عنه وأرضاه. تمام. الناس بدي أقول إنه شوف المواقف نفسها، شوف مواقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وشوف مواقف علي بن أبي طالب. وعلى فكرة نعم المسألة النبي صلى الله عليه وسلم قطعها لنا. كيف قطعها لنا؟ في مسألة الأقدر
لماذا ولى النبي صلى نعم الله عليه وسلم شاب عنده 16 سنة على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ألا وهو أسامة بن زيد؟ صحيح رضوان الله أليس من عليه. أليس من الأقدر أن يولي علي بن أبي طالب؟ نعم صحيح. يبقى بس المسألة خليني أنت أسألك ممكن سؤال. تكون بارع في حاجة. في واحد بارع في السباحة لكن ما بيعرفش يلعب كرة قدم، واحد بيلعب كرة قدم لكن مش بارع في السباحة، واحد بارع في القتال لكن ملوش في الفقه، واحد بارع في الفقه لكن ملوش في القتال، واحد بارع في القتال وفي الفقه لكن ملوش في السياسة في إدارة الدولة. طيب يا شيخ، انا بعرف انه سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام عندما مرض امر ابو بكر بان يؤم الناس، صحيح؟ أمره بأن يؤم الناس، وهذه إشارة، ويأبى الله إلا أبا بكر. صحيح صحيح، انا بتفق معك على هذا ولا اقبل بكلام الشيعة حول ابو بكر وعمر وعثمان وام عائشه رضوان الله عليها وامنا حفصه رضوان الله عليها. انا لا اؤمن بعقيده الشيعة، لكنني شيعي، يعني والي سيدنا علي اكثر من سيدنا عثمان وسيدنا عمر وسيدنا، لا احبهم سواسية مع بعض، لكن أنت بنظري تحب، إن شاء بص الله أقول لك حاجة، في فرق بين أنا مثلا مم. واحد من الناس مثلا أحب عمر عن أبي بكر الصديق مثلا، واخد لي بالك، هل بذلك أكون مثلا عاصي لله؟ لا، لأن الحب ده بتاع ربنا. لكن ما اجيش أقول إيه يعني إن عمر بن الخطاب أولى من أبي بكر الصديق في الخلافة. لا، يعني انا المحبه شيء المحبة شيء، وإن أنت تقول والولي إن شيء. ده أولى من ده في الخلافة شيء تاني. يعني حب كما يعني تريد. انا واحد يحب أنا شخصية إذا عمر أكتر من شخصية أبي بكر الصديق، واحد يميل لشخصية أبي بكر الصديق أكتر من شخصية عمر، واحد يحب شخصية علي أكتر من عمر، واحد يحب عمر أكتر من علي بن أبي طالب، ده شيء آخر. طيب يا شيخي، هل احاسب على ما كنت افكر فيه مع انني التزم بكل عقائد اهل السنه والجماعه؟ ما أنا بقول لك لا أي أنني تحاسب، على ولكن لا ما هوية تقولش شيعي. إن ده أقدر بالخلافة منه. وإلا فعلي كيف بن أبي أفكر طالب عما عندما استلم الخلافة حدث الذي حدث. طيب وتصرت حادث شيخ، معلي عم كتر اسئله لانه انا ان شاء الله من المهتدين ان شاء الله رب العالمين، إن شاء انا الله. واحد اقاربي واحد اهلي يعني. بس انا بدي اسالك انه وقت بحادثه الجمل بين امنا عائشه رضوان الله عليها وسيدنا علي رضوان الله عليه، اي الموت من الطرفين، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتال المسلمين بين بعضهم البعض. انا اعتقد اني خرجت عن الموضوع، لا اعلم، بس بص يا لكنني أستاذ، اريد ان أولا اعلم، هناك لدي نهي عن تساؤلات قتال براسي اريد المسلمين، ان لها اجوبه. هناك نهي عن قتال المسلمين فيما بينهم، ولكن حروب الفتنة لا تعد حروبا بين مسلما ومسلما. بمعنى إيه؟ مش بمعنى مسلما آسف وكافرا، بل مسلما ومسلما. لذلك الله عز وجل في كتاب العزيز أنزل لنا آية عظيمة، ألا وهي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. شوف سماهم إيه؟ سماهم مؤمنين، صح كده؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. تمام؟ شوف آخر الآية بتقول إيه؟ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فقتال الفتنة غير القتال العادي بينك وبين مشرك، بينك وبين كافر. وإلا فمن سبى من؟ يعني من سبى من؟ قل لي سبي علي بن أبي طالب فين في الحرب؟ ولا قل لي سبي معاوية فين؟ قل لي هل علي بن أبي طالب سبى السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها؟ لا، ولقد قال لها غفر الله لك وقالت ولك. طيب يبقى القضية هنا، وسيدنا عمار بن ياسر اللي كان جوه الحرب قال والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. صحيح شيخي تمام؟ العزيز، انا لا فالقضية لا القضية هنا القضية هنا إن إحنا يا جماعة في قتال اسمه قتال فتنة. فالقتال الفتنة يسقط فيه أحكام كثيرة لا يعد كقتال الكفار أو المشركين أو المرتدين. أي أن المسلمين من الطرفين ما قدمهم هم أمام الله بالضبط. فالله المستعان. ده علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كان بيتكلم على يزيد وجيش يزيد وقال لا نستزيد، على جيش معاوية ومعاوية يقول لا نستزيدهم في الإيمان بالله واليوم الآخر ولا يستزيدوننا والرب واحد والنبي واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء.
أي أنني أنا يجب أن أقول حتى أكون من أهل السنة والجماعة أن الله أتبرأ المستعان. مما يقوله الشيعة عن الصحابة وعن أمهات المؤمنين. على العموم أمهات ربنا المؤمنين رضوان نسأل الله الله عز عليهم. وجل أن يثبتك، ونسأل الله عز وجل لك الهداية الكاملة. ويعني كونك تنتسب للشيعة دي أكتر سبة بصراحة باللي هو فعل الآن. يعني ستنسب إلى المتعة، ستنسب إلى اللطم، ستنسب إلى التطبير، ستنسب إلى أشياء يفعلها الشيعة الآن ما أنزل الله عز وجل بها من السلطان. شكرا لك. المقطع بيقول لك المقطع، نشوف محمد درويش بيقول لك تراجع تاني. رأيه جدا مشهور في كتاب سليم. لماذا؟ ذلك هذا الكتاب بأذن فقط في صلاة الظهر. مو بالكتاب، بهاي رواية مقرأتها جوتها. الإعلان بالأذان قاعد النسخة نريد منه أحسنت يا شبل، أحسنت. نعلن أن الوقت استنوا بس، أنا في حاجتين شغالين مع بعض ولا إيه؟ في حاجتين شغالين مع بعض. إيه؟ أنا مشغل حلقة على اليوتيوب ممكن في حاجتين شغالين مع بعض. أن الكتاب موضوع. أعطيته كلام ابن داود الحلي الذي يقول فيه الله. إيه تاني شغال معي؟ طيب في اهو صوت طالع. استنى. طيب يلا شغل. لا يؤذنون لصلاة العصر، بأذنوا فقط لصلاة الظهر. نقول الجواب: لأنه الإعلان بالأذان نريد منه أن نعلن أن الوقت قد دخل. طيب إذا فهمنا هذه المقدمة، ليش نحن منأذن بالمسجد على المكبرات الصوت الله أكبر الله أكبر؟ لماذا؟ حتى نعلن أن الوقت قد دخل. هذه مقدمة احفظها. وإذا عرفت أن القرآن الكريم ذكر 3 أوقات للصلاة وليس 5 أوقات، إذا رجعنا إلى القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. يا عم والله 5 أوقات، من دلوك الشمس إلى غسق الليل، يبقى كده 4 أوقات. تمام، 4 أوقات، لكن هم في وقتين، لأن احنا كلنا عايشين في وقتين، النهار والليل. عايشين في نهار وليل، نهار وليل، يعني كل الأوقات دي بين النهار والليل مفيش. وإلا لو عندكم وقت ثالث قولوه، اتفضلوا، لو عندكم وقت ثالث قولوه. فهنا لما يقول إيه؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، إلى من مكة إلى المدينة. طب من مكة إلى المدينة في مدن؟ نعم في مدن. يبقى عدم ذكر المدن اللي ما بين مكة والمدينة لا ينفي وجودهم، لا ينفي وجودهم. وقرآن الفجر أراد الله عز وجل، وإن كل القرآن مشهود، يعني كل القرآن في الصلوات مشهود. يبقى إذن في مسألة قرآن الفجر لا يتكلم عن توقيت، لكن يتكلم على أنك لابد أن تقوم لصلاة الفجر، ففيها ميزة ليس في الصلوات الباقية. فالله المستعان، الناس دي مش عايزة تفهم. وإلا يا أستاذ محمد درويش الله يجزيك خير، اتفضل اشرح لنا الآية 130 من سورة طه. يا أستاذ محمد درويش اتفضل اشرح لنا الآية 130 من سورة طه. فالله المستعان، الآية 130 بكلام علمائك وكبار مفسرين قالوا أنها 5 أوقات. اشرح لنا لو سمحت كلام علي بن أبي طالب في مسألة الفراسخ، إما يكون الفرسخين بين الظهر والعصر أو المغرب، أو العصر والمغرب، مسيرة فرسخين، مسيرة فرسخين، يا إما ما بين الظهر والعصر أو العصر والمغرب. اشرحوا لنا كلام علي بن أبي طالب. فالله المستعان يا جماعة الخير، والله العظيم تدلسون على الناس وأنتم تعلمون، لأن أنتم في إشكاليات ما تعلموا.
حلها. اتفضل. هذا ما نص عليه أئمة المفسرين من علماء أهل السنة. مثلا الفخر الرازي يقول: وهذا يقول وقت الزوال ووقت الغروب ووقت الفجر، وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الآية 3 أوقات. يا عم وقت الزوال من الظهر للمغرب، ده وقت الزوال، لكن في ايه وقتين داخلين جواه، زي ما انا اقول لك نهار وليل. لو سألتك وقلت لك صلي من النهار الى الليل، يبقى تصلي كم وقت؟ هتصلي 5، مع ان انا ما ذكرتش الا وقتين. لو قلت لك صلي من الفجر الى العشاء هتصلي 5، مع ان ما ذكرتش الا وقتين. ما تبقوا اغبياء. الفخر الرازي وعلماء التفسير يقولون ان وقت الزوال ده اللي هو وقت الزوال واحد، من اول الظهر لحد المغرب، لكن وقت الزوال ده اللي اسمه زوال ده في وقتين. لذلك الفخر الرازي كيتكلم كمان في مسألة الجمع. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يقتضي أن يكون الزوال وقتا للظهر والعصر، هذا الفخر الرازي يقول ذلك. فإذا إذا تبين أهو لسه قايل أهو. يبقى الفخر الرازي بيقول إيه؟ أن الزوال وقتا للظهر والعصر، زي بالظبط لما نقول إيه؟ النهار. النهار ده وقت إيه؟ وقت الفجر. في ناس أعدت الفجر في الليل، وفي ناس أعدت الفجر في بداية النهار، يعني انتهاء الليل مع دخول النهار. فلو احنا حسبناها كده يبقى الفجر ايه؟ يبقى الفجر مثلا في النهار، يبقى كده 3 أوقات في النهار اهو، 3 أوقات، مع ان انا ذكرت النهار هو وقت واحد. ولو قعدنا الفجر في اخر الليل يبقى ايه؟ يبقى الليل فيه 3 أوقات، اللي هو المغرب والعشاء والفجر، مع ان انا ما ذكرتش الا ليل ونهار. ماذا نصنع ان كنتم انتم متدلسون؟ أن الأذان آذان الإعلان يراد منه الإعلام بأن الوقت قد دخل. وضمينا إلى هذه المقدمة مقدمة أخرى، وهو أن وقت دخول الظهر والعصر يكون بماذا؟ بدلوك الشمس، أي بالزوال. فعلمنا لماذا. طب أنا نوقعه في ورطة هنا يا إخوان، نوقعه في ورطة، بس ركزوا فيها شوية. كبر الصورة شوية يا حاج، كبر لي الصورة عندي عشان ياخد الورطة ديت. دلوقتي حسب كلام فخر الرازي من دلوك الشمس اللي هو وقت الزوال، فده وقت واحد. وانت حضرتك قلت ان وقت الزوال اللي هو بيبدأ من الظهر لفين؟ للعصر، صح كده؟ وقت الزوال بيبدأ من الظهر للعصر. يبقى هل نقدر نستطيع أن نقول أن وقت الظهر أن وقت الظهر من اللي هو وقت الزوال؟ يعني وقت الظهر هو وقت الزوال، يبقى فين راح العصر؟ ما كل واحد بقى يلعب زي ما هو عايز. إذا كان الدلوك هو وقت الزوال يبقى وقت واحد اللي هو وقت الزوال، اللي هو بيجمع ايه؟ الظهر والعصر. عايزين نعرف وقت الزوال ده ازاي انت قسمته؟ ما دلوقتي احنا قلنا ايه؟ ان خلاص الايه الكريمه ديت حسب ما هم عايزين يقولوا للشيعة ان هذه الايه تشرح 3 اوقات، اللي هو وقت الزوال واللي هو غسق الليل. يبقى وقت الزوال هو قال هو بنفسه وقرأ كلام الرازي، قال ان ايه؟ وقت الزوال بيبدأ من الظهر للمغرب. طب احنا عايزين بقى نحدد فيه وقت الظهر هيبقى امتى؟ نحدد ازاي؟ ما انت لو قلت وقت الظهر يبقى داخل الوقت وقت اهو، ولو قلت وقت العصر يبقى داخل الوقت وقت اهو. وضحت يا اخوانا؟ انا عايز بس الاخوه في التكست تكون وضحت ليهم ولا عيدها تاني؟ وضحت يا اخوانا؟ الان هو قال ان الفخر الرازي يقول ب3 اوقات، وان وقت الزوال ده اللي هو ايه؟ دلوك الشمس، وان وقت الزوال بيحمل ايه؟ صلاتين. طيب وقت الزوال ده وقت واحد اللي هو الى غسق الليل، يبقى وقت الزوال وقت واحد لانه وقت واحد، وغسق الليل 2 والفجر يبقى 3. طب احنا مسكنا وقت الزوال وهنطبق عليه نفس القاعده.
يبقى وقت الزوال دخله وقتين ولا وقت واحد؟ يبقى وقت الزوال دخله وقتين. هم بقى حددوا وقت الظهر فيه ازاي؟ هم حددوا وقت الظهر فيه ازاي؟ على كلام فخر الرازي ان هو وقت واحد وفيها صلاتين، يبقى الصلاتين بوقتين، لكن هم في وقت واحد اللي هو وقت الزوال كله. طب هم حددوا الظهر داخلا ازاي؟ يعني وقت الزوال ده وقت الظهر ولا وقت العصر، ولا الظهر ليه وقت والعصر ليه وقت؟ ان قالوا الظهر ليه وقت والعصر ليه وقت يبقى كده وقتين داخل وقت، يبقى هم اساسا خرقوا القاعده اللي هم بيقولوا انها 3 اوقات بس. خرق القاعده اللي هم بيقولوا ان الايه بتتكلم على 3 اوقات بس، لان الوقت داخله وقتين. الوقت داخله وقتين، يعني قسمنا الوقت لوقتين، يبقى كده الايه ما بتتكلمش على 3 اوقات. نعيد السؤال تاني عشان في واحد بيقول شيعي مهدي 313 بيقول عيد السؤال تاني. انا افهمك. انا هو يقول ان هذه الايه ستتكلم عن 3 اوقات، خلاص، ونحن نقول ما في مشكله انها تتكلم عن 3 اوقات، بس داخل ال3 اوقات اوقات، يعني مش 3 اوقات بس. فان هم الشيعة التزموا بان هم 3 اوقات بس، فكده الوقت اللي هو الزوال اللي هو دلوك الشمس داخل فيه وقتين، وقت العصر ووقت الظهر، يبقى داخل الوقت وقتين. ان قالوا ان داخل الوقت وقتان يبقى كده الايه ما بتتكلمش على 3 بس، دي بتتكلم عن اكتر على 3، لانها من الى دلوك الشمس الى غسق الليل، يعني من الى، يبقى هي اتكلمت على 3 اوقات لكن في الداخل شملت 5 اوقات. والا فليقولوا لنا اذا كان الزوال حسب كلام الرازي تمام وليس فيه وقتان وقت واحد اللي هو الزوال يعني وقت واحد، اذا داخل الزوال كيف وقتان؟ الله المستعان، ورب تكون وصلت للشيعة. اتفضل ابو العباس. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، اتفضل. ساعدك الله على هذا الكلام. الله المستعان. اخي تحب احكي بموضوعنا مال اليوم لو؟ لا يا ريت تعلق لنا على اللي قال لك افضل التفرقه، وبعد كده رجع تاني ورجع في كلامه تاني. الشيعة ضربوه رجع في كلامه تاني. اني تقصدني؟ لا انا بتكلم على المعمم قال ان الافضل التفرقه، وبعد ما قال ان الافضل التفرقه جه رجع في كلامه ودلس على الناس تاني وقال لك ما احنا كده بنفرق. اخي العزيز، اليوم اخر حلقه بهذا الموضوع ان شاء الله. ان شاء الله بكره نبدا في سوره النور باذن الله تعالى. ان شاء الله. حتى شنو ناخذ الخلاصه من هاي الحلقات الطويله والبحوث والاحاديث والنقاشات الطويله. اخي العزيز، اخواني المستمعين الشيعة وسنة، جميع من يسمعني، انا انقل اليكم رأيي الخاص المبني على آراء فقهاء الشيعة الكبار القدماء والحاضرين الآن، جميع العلماء الشيعة، جميع الفقهاء الشيعة، جميع أئمة الشيعة، رسول الله صلى الله عليه وآله، القرآن الكريم، أوقات الصلاة عند هؤلاء هي 5 أوقات. 5 أوقات، هذه الأوقات الأصلية التي أمر الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وآله، وأمر المسلمين أن يصلوا في 5 أوقات. كلهم متفقون على هذا الشيء، سنة وشيعة، المعتزلة، الواقفية، الأبطحية، الباطنية، الزيدية، كلهم متفقون أن أوقات الصلاة 5 صلوات، وكان النبي يفرق فيما بينهم على الديمة كما تقول حضرتك، ديمة يقولون هكذا. فعندما ندخل كما قلت سابقا أن الشيعة يقلدون فقهاءهم، كل فئة من الشيعة يقلدون فقهاءهم، فعندما
يستفتون فقهاءهم وعلماءهم يقولون أن الأصل، البارحة أنت ما قبلت من قلت الأفضل، يقولون أن الأصل في الصلاة هو التفريق، الأصل هو التفريق، الأفضل الثواب العظيم الجزيل أن تفرق، تعمل بسنة النبي صلى الله عليه وآله. النبي كان يفرق، الإمام علي كان يفرق، كما حضرتك ذكرت مثال رد الشمس إلى أمير المؤمنين، لماذا ردت الشمس ليصلي العصر؟ لماذا لم يجمعها مع الظهر؟ إنه هل يوجد حرج أكثر من الحرب؟ لماذا لم يجمع الإمام الصلاتين؟ يعني في الحرب هو فرق، هذا دليل على أنه الصلاة متفرقة. ولكن يا أخي اسمح لي من فضلك، ولكن يقولون جميع فقهاء الشيعة صح لدينا أن النبي قد جمع بين الظهرين والعشاءين، يعني خليها تحكيها باللغة مو باللغة الفصيحة، قد جمع بينهما من غير مرض ومن غير سفر ومن غير حالة طارئة. قال ابن عباس، لماذا سألوا ابن عباس؟ قال كي لا يكون حرج على أمته. باختصار هذا قالوا فأنت لا تريد الأصل، تريد الأفضل الصحيح أنه تفرق، كل علمائنا، ولكن إذا تريد تجمع فهو جائز لك، ولكن أجرك قليل، فضلك قليل. تفضل. شكرا ليك أبو العباس. بكرة بقى نلتقي إن شاء الله في مسألة أم المؤمنين عائشة وسورة النور بإذن الله تعالى. اتفضل يا أستاذ عمار. السلام عليكم. وعليك السلام. أصل الصلاة جاي على الصلاة أن أصل الصلاة هي متفرقة، وهناك أفضلية بالصلاة المتفرقة عن الصلاة جمع، ها هي. طب هل أنت مع من قالوا أن صلاة العصر تبدأ بعد، يعني وقت العصر يبدأ بعد الظهر بحوالي نص ساعة؟ مو المواقيت هي مو المشكلة، هي المواقيت، المهم هي الفكرة. لا الفكرة أن لا فيها مشكلة. أقول لك ليه فيها مشكلة. لو هتفهمني أقول لك ليه فيها مشكلة. لو احنا افترضنا أن الظهر نص ساعة ومن بعد النصف ساعة يبدأ وقت العصر مباشرة، تمام؟ إذن لكل مسلم أن يصلي صلاة العصر في أول وقتها. يبقى إذن الآن بين الظهر والعصر ما فيش وقت، يعني هو كلها 20 دقيقة بين الظهر والعصر، تمام؟ يعني ممكن تصلي الظهر دلوقتي وبعدين تصلي العصر بعدها بتلت ساعة ونص ساعة بالكتير. طب إذن لماذا الله عز وجل إذا كانوا الاثنين أساسا مجموعين هم كلهم، ده ما كملوش ساعة إلا ربع، يبقى إذن الله عز وجل كيف ينزل لنا الرخصة في جمع الصلاة اللي هي الظهر مع العصر أو العصر مع الظهر؟ هاي 20 دقيقة هي تفرقة، هاي 20 دقيقة، وإن الوقت قصير ما بيناتهم التفرقة بين 20 دقيقة، بس هاي 20 دقيقة هي تفرقة بين الصلوات. يا أستاذ ما أنا فاهم إنها تفرقة، أنا بتكلم أنت دلوقتي الاثنين مجموعين هم. لا ما يعني يا باشا مجموعين والله يا أستاذ اسمعني بس. الآن ما في فرق ما بينهم وقت، يعني صلاة العصر وصلاة الظهر كلهم تقضيهم في ساعة إلا ربع، إذا لماذا الجمع؟ وإن قل الوقت بيناتهم، وإن قل الوقت، ولكن هناك تفرقة بينهم. يا باشا تفرقة إيه بس يا أستاذ؟ تفرقة بإن أنا أصلي ركعتين؟ يا عم افهمنا، الله يبارك في عمرك، افهمني. الله عز وجل أعطانا ليه الرخصة في جمع الظهر مع العصر؟ أعطاها لنا ليه؟ لأن هي جائزة. لا دي رخصة، يعني ربنا بيخفف عليك، ما الرخصة دي عشان ربنا يخفف عليك. لما خفف على المسافر الصيام فالله عز وجل بيخفف عنك، صح؟ الله عز وجل يخفف عنا ايه لما هما الاثنين اساسا مجموعين؟ لا، او هي الفرق بينهم مو 20 دقيقة. طب انا هسألك سؤال احسن من كده، ركزوا معايا يا احب. اسألك سؤال احسن من كده. في حاجة اسمها جمع تقديم وجمع تأخير. يعني ايه جمع تقديم؟ يعني تقدم العصر وتصليه مع الظهر، او تأخر الظهر وتصليه مع العصر. صحيح. ازاي نأخر الظهر ونصليه مع العصر؟ الثاني وقت العصر يصير الظهر صلي. يا عم يعني أأخر الظهر ازاي؟ أأخره ازاي؟ اتأخر صلي وياك. هأخره ازاي؟ هأخره ازاي؟
تاخر ما ياذن الظهر ما تصلي، ثاني ياذن العصر تصلي الظهر والعصر. يا عم ياخروا ازاي يا باشا؟ مش هينفع، ولا في حاجه اسمها جمع تقديم ولا جمع تاخير. لا جمع التقديم جائز عندنا. جمع التقديم ماشي، انا دلوقتي انا هجمع العصر مع الظهر ازاي؟ ما هم مجموعين اساسا. انت مش بتقول الفرق ما بينهم وما بين بعض حوالي 10 دقايق، يعني كلهم في نص ساعه. يبقى انا هجمع الظهر معاه ازاي؟ العصر معاه ازاي؟ وهجمع الظهر مع العصر ازاي؟ يعني جمع التقديم هقدمه ازاي؟ هقدمه ازاي؟ وهاخر الجمع الثاني ازاي؟ نص ساعه، هذا فرق ما بين الصلوات. لا حول، مش فاهم انت برضه. بص يا استاذ، الان دي صلاه الظهر ماشي، ودي صلاه العصر. ما بين الظهر والعصر مفيش 5 دقايق، هم ركعتين. تمام؟ عندنا في الشرع الاسلامي جمع التقديم وجمع التاخير، جمع التقديم وجمع التاخير، يعني معناها ان انا اخر الظهر لصلاه العصر، اخر الظهر لصلاه العصر. فازاي هاخرها اساسا والعصر لازقه فيها؟ من لا المسافه هن بين اكثر من 5 دقائق، فانت تقدر تاخر بينهن. ياذن الظهر يعني هاخرها 5 دقائق؟ يعني ربنا نزل لنا تشريع ورخصه عشان 5 دقائق؟ لا مو 5 دقائق، اكثر من 5 دقائق. يعني قد ايه ما بين العصر والظهر والعصر؟ قد ايه مثلا؟ يعني حوالي 45 دقيقه الى ساعه. من 45؟ طب ده علمائك بيقول لك ده مجرد يصلي 8 ركعات ويسبح المسبحه بتاعته، وعلمائك قالوا يصلي ركعتين. هو كل واحد بكلام يا جماعه، الله المستعان. شكرا ليك. يبقى يا اخواننا لاحظوا ان مفيش حاجه اسمها جمع تاخير وجمع تقديم، بالذات الظهر. يعني الجمع التاخير ده بتاع الظهر اصليه امتى؟ لما الاثنين لازقين في بعض. اصليه امتى؟ هاخره امتى؟ يعني لو حبيت اخر الظهر للعصر هاخره امتى؟ والله بجد، يعني انا لو حبيت اخر الظهر للعصر هاخره امتى؟ والله بجد هاخره امتى؟ طب لو حبيت اقدم العصر للظهر عشان اصليه مع الظهر، ما كده كده اساسا مقدم. وضحت؟ يعني جمع التاخير وجمع التقديم. اتفضل. شو الاخبار شيخ؟ اتفضل يا احمد. الو. شيخ انا شيعي من مدينه باميان، من سوريا. احنا مقيمين في امريكا، انا معي 2 من اصدقائي. والله صراحه نحن مش كثير بالدين، بعيدين عن الدين صراحه اصلا من الاساس، بس حابين تعمقنا شوي بالسنه. احنا اهالينا شيعيه وكذا، حبينا نتعمق بالمذهب السني. ووجدنا انه لا، بلشنا نقتنع اكثر. نعم. حابين الحمد لله نرجع الى. يعني انت اساسا من اصل شيعي؟ انا من اصل شيعي. ويعني الحمد لله عايز تدخل لدين اهل السنه. 2 من اصدقائي بدهم يكلموك حتى بيحبوا يهتدوا معي. والله طب ما شاء الله. معاك هم؟ معي معي. طب يلا فين؟ يلا اتكلموا جماعي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. محمد من. ازيك يا محمد؟ اتفضل. والله الحمد لله يا شيخ. والله يا شيخ احنا يعني بعد ما تابعنا فيديوهاتك وتابعنا فيديوهات الاخ رامي عيسى، يعني الحمد لله انه الله هدانا وقررنا انه نهتدي للسنه والجماعه، اهل السنه والجماعه. الحمد لله. طب قولوا معايا يلا. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم إنا نبرأ إليك من الشرك. اللهم إنا نبرأ إليك من الشرك. اللهم إنا نبرأ إليك
اللهم إنا نبرأ إليك من كل من قال بتحريف القرآن. من كل من قال بتحريف القرآن. اللهم إنا نبرأ إليك من سب الصحابة. اللهم إنا نبرأ إليك من سب الصحابة وأمهات المؤمنين. وأمهات المؤمنين. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. الله أكبر. اللهم آمين. الله أكبر. الله أكبر. ربنا يبارك فيكم. ما شاء الله تبارك الله. الله أكبر. الله أكبر. جزاكم الله خيرا. ثبتكم الله. ثبتكم الله. جزاكم الله خيرا. اللهم يا شيخ على الشعر. اللهم آمين. نسأل الله الإخلاص. نسأل الله الإخلاص. ربنا يثبتكم جميعا. ربنا يسلمك يا شيخ. اللهم آمين. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. تفضل يا أستاذ زكريا. السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام. تفضل يا زكريا. والله آسف يا شيخ وليد، كذبت على محمد قلت له أنه شيعي، بس عندي موضوع بسيط يعني. تفضل. امبارح تكلمت مع حمير القريشي على موضوع تحريف القرآن، يعني أنا مش داري أتكلم معاه. المهم جبد لي حديث في البخاري وكان فيه قال سعيد بن جبير فكان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وكان يقرأ وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين، وحكى لي أنه هنا في تحريف القرآن. يعني شو هو ردك عليه؟ بص يا غالي، أولا أنت طالما أنت مش دارس فحضرتك بتروح ليه؟ نعم. عشان يبقى منظرك مش كويس قدامه، صح؟ عشان تفحم قدامه. فإفحامك ليه، معلش خليني واسع معاكم، فإفحامه ليك هو تسويد لوجه أهل السنة والجماعة. إفحامه ليك كأن أهل السنة والجماعة ضعفاء. ماشي؟ بس أعطيته فحمته. ماشي، ربنا يبارك لك، بس ما تدخلش عنده تاني. يعني خلي أهل الاختصاص هم اللي يكلموه، هربان من أهل الاختصاص. دي النقطة الأولى. لا بس النقطة الثانية، النقطة الثانية هجاوبك أنا. أولا، ما هو معنى التحريف؟ التحريف يكون لفظي أو معنوي. لفظي أو معنوي. إحنا مش هنتكلم عن المعنوي ولكن هنتكلم عن اللفظي. التحريف المعنوي اللي هو تحريف التفسير، إن أنا أفسر الآية على مرادي أنا. تمام؟ ولكن إيه هو التحريف؟ نخلي ربنا هو الذي يتكلم لنا عن التحريف. يحرفون الكلمة عن مواضعه. اليهود كانوا بيحرفوا الكتب ليه؟ لتتماشى معهم. يعني بمعنى ايه؟ ان هو يشيل آية مش عجباه، حكم مش عاجبه، حكم يراه قاسي عليه مثلا، او حكم مش في مصلحته فيشيل الحكم ده، او يزود حكم من عنده يتماشى مع مصلحته. هو ده التحريف. تمام؟ فهنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عندما جمعوا القرآن وهناك ناسخ ومنسوخ في القرآن الكريم، الآية اللي حضرتك ذكرتها فين التحريف فيها؟ يعني الصحابة حرفوها ليه؟ يعني هل هم شالوا حكم؟ هل هم شالوا حكم منها ولا زودوا حكم فيها؟ شالوا كلمة. يعني هو شالوها ليه؟ ما أنا نفسي أعرف شالوها ليه؟ تعرف صح. أنت ما سألتش نفسك شالوها ليه؟ يبقى ده مش من نوع التحريف. لا حضرتك، ده الكلام ده اسمها الناسخ والمنسوخ، والقراءات بتدخل في الناسخ والمنسوخ والقراءات، مش بتدخل في معنى التحريف. لأن التحريف بيبقى بالزيادة أو بالنقصان أو بالتبديل، إن أنت تبدل كلام مكان كلام، آية مكان آية، وكل ده لأهداف شخصية. كل ده لأهداف شخصية. يحرفون الكلمة عن مواضعه. ليه؟ لأهدافهم الشخصية. لذلك عندما نقول للشيعة هذا ليس بتحريف، ده بيتحط تحت قراءات أو باب الناسخ والمنسوخ. تمام؟ وبعد الجمع كل هذه الأحاديث تقال كأحاديث، لكن بعد جمع القرآن الكريم والقراءات هو ده القرآن الكريم. هو ده القرآن الكريم بعد الجمع الذي توافق عليه الصحابة والأمة الإسلامية عن بكرة أبيهم، فيما فيهم علي بن أبي طالب وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟
لكن هم بقى الشيعة التحريف اللي عندهم ان الصحابة غيروا في القرآن الكريم. يعني اديك مثال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قالوا لا والله ما هكذا نزلت، ولكن نزلت كنتم خير أئمة أخرجت للناس. والتحريف الثاني كمثل قوله بيقول لك ان آية التطهير ليس في مكانها، ان الصحابة هم اللي وضعوها. والتحريف الثالث: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ده التحريف اللي موجود عندهم، ده الذي يقال عليه تحريف. أما والله أصل الآية ديت فيها كلمة، لا الآية دي ما فيهاش كلمة، ده لا يعد تحريفا. تمام؟ لذلك نحن نتحداهم وقلنا لهم: هاتوا لنا علماء السنة الذين قالوا أن القرآن فيه تحريف. اعطونا علماء السنة الذين يقولون بتحريف القرآن، ونحن نعطيكم علماء الشيعة الذين يقولون بتحريف القرآن وأنه زيد فيه وأنقص. لكن تتكلمني في حرف أو في فيه أو في كلمة، الله المستعان. شكرا ليك. الله المستعان. بكرة بإذن الله تعالى يا إخوانا هنبدأ في موضوع جديد، ألا وهو سورة النور في من نزلت إن شاء الله، وهيكون برضه موضوع جامد بإذن الله تعالى نغير فيه فكر الشيعة في مسألة في من نزلت سورة النور. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ما تنسوا إخواننا في فلسطين المحتلة. الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.